عايزه اقول لك مهما كنتي منضفه بشرتك حقيقي بتلاقي القطنه فيها حاجات كده يعني مش نظيفه شويه. ده نتيجه ان وشنا بيتعرض لتراب في الجو، بيتعرض لحاجات كتير في الجو. عشان كده بنات كتير بتلاقي بشرتها فيها حبوب وهي مش عارفه السبب. طب على فكره مزيل نيفيا ده يعني اعتقد ان هو وصل ل50 جنيه مش اكتر، وبيقعد كتير يعني ممكن اكتر من سنة او سنتين حقيقي يعني مع استخدام كل يوم. بس بيقعد، هو فيه فيتامين سي كمان فمفيد جدا للبشرة، يعني هيفتح معاكي اي حاجة فيها فيتامين سي يبقى فيها تفتيح. كده انا مسحت كل بشرتي. عايزه اقول لكم اهو، برضو هتلاقوا في حاجات على الرغم ان انا بشرتي نظيفه، بس برضو هتلاقي ان البشره فيها حتى لو هي مغسوله او نظيفه جدا هتلاقي فيها برضو شوائب، وده افضل حاجه للريلاكسيشن ان بشرتك تبقى نظيفه وهاديه. طيب تاني خطوه معايا انا هعملها، انا بستخدم مجموعه اسينشال كغسول وكسكراب. دي المجموعه المفضله بالنسبه لي من اوريفلام، وانا عملت عنها ريفيو قبل كده في بدايه القناه بتاعتي. من الحاجات المفضله جدا جدا بالنسبه لي ده الغسول وده السكراب، ده الاديشن القديم بتاعهم. وهوريكم السكراب بتاع السكراب وماسك اهم، ده اللي نازل جديد بتاعهم، تحفه وهمي، بيطلع اي جلد ميت من البشره، بيفتح جدا جدا، بيخلي بشرتك شبه بشره البيبي كده، لطيفه وجميله وحلوه. اول حاجه انا هعملها هستخدم الغسول. الغسول طبعا احنا مش بنحط حته كتيره، هي حته صغننه جدا. لو عندك الفرشه اللي هوريها لك دلوقتي اوكي، ما عندكيش برده براحتك، الموضوع مش صعب، ما توقفيش نفسك. عايزه اقول لكم ان في بنات او انا فتره من الفترات، مش حتى البنات اللي قالوا لي يعني، انا في فتره من الفترات كنت بستخدم جوز الهند، زيت جوز الهند كمزيل المكياج بدل اي مزيل مكياج من بره يعني. ما توقفيش نفسك على حاجه معينه، في بدائل كتير. يعني احنا اول خطوه استخدمنا مزيل مكياج، استخدمي انت زيت جوز هند. تاني خطوه غسول، شوفي نوع بشرتك ايه. انا بشرتي مختلطه، التي زون دي عندي دهنيه شويه والباقي عاديه. هبدا دلوقتي بتنظيف البشره. اوبس وقعت. دي تقريبا الفرشه دي ب30 جنيه، وهحط نقطه من الغسول صغننه جدا، مش هحط كتير، صغنونه. وهبدا ان انا اغسل بشرتي.